السلام عليكم. موضوع الساعة. ايه يا عم موضوع الساعة دوت؟ موضوع الساعة هو النظام الجديد في المدارس. عايزيننا نودي ولادنا المدارس. طيب نوديهم ولا ما نوديهمش؟ ايه الافضل وايه الافيد؟ طيب الاول انا هتكلم في الموضوع من ناحية ولي الامر والطالب. ولي الامر والطالب بين قوسين كده، ما عدا طلبة الشهادات سواء تالتة ثانوي او تالتة اعدادي، دول خارج الكلام بتاعي. المهم، حضرتك انت كنت بتودي ابنك الدروس عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ياخد المنهج بتاعه وبعدين يراجعه والكلام ده ويدخل الامتحان ينجح بقى بنسبة 95%، 90%، 80%، 70%، فبيعدي السنة النقل وبيعديها على خير ان شاء الله. طيب حضرتك جه بقى دلوقتي الوزير قال لك احنا عايزين الطلبة ترجع المدارس وهياخدوا حصصهم وهيبقى في درجات على المواظبة ودرجات على الواجبات ودرجات على كل حاجة موجودة. طب ده بقى كويس ولا مش كويس؟ كلمة واحدة، كلمة واحدة، كويس جدا 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 ليك ولابنك او للطلبة بتوعك. ليه بقى؟ اولا حضرتك انت ابنك هيروح المدرسة، هياخد المنهج بتاعه من المدرس او المدرسة بتاعته، هيشرح له المنهج كله. ده مطالب ان هو يشرح له المنهج كله، فهياخد المنهج وبعدين فهم مثلا منه بنسبة 90%، خير وبركة. 80% خير وبركة. 70% كويس. طيب وبعدين هيروح البيت، هيذاكر ويعمل واجباته، هيلم الشغل بتاعه. يبقى اذا الموضوع بدأ يتلم اللي اكتر من الدروس او زي الدروس واكتر. يبقى اذا ومش هيدفع حاجة طبعا، اكيد مش هيدفع حاجة في المدرسة. فيبقى انت دلوقتي استفدت بالكلام ده كله وما وديتش ولادك ابنك ولا الدروس طول السنة. طيب حضرتك جيت قلت ايه؟ نفترض لا ده هو يعني ايه، بس انا محتاج حاجات تانية. طب ماشي، ممكن يحضر في اخر الترم مثلا مراجعه ولا اتنين ولا تلاته وخلاص، لكن مش طول السنه دروس. طيب جه بعد كده تيجي تقول مثلا ايه، لا ده انا عندي مثلا مشكله ان هو في ماده او مادتين مش جاي معاه خالص 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 يعني. طب خلاص يا عم، خد فيهم في ماده ولا مادتين دروس اهي سهله، بس ما بقتش كل المواد. بقت بقى اكتر، يعني مثلا وفرت اكتر من نص اللي كنت بتصرفه، وفرت اكتر من نص من نص اللي كنت بتصرفه بكتير. فيبقى الموضوع بالنسبه لك كويس جدا جدا جدا. ابنك في المدرسه، تاني حاجه ان انت وفرت كتير جدا. تالت حاجه للاولاد والبنات ان قللوا حتى الخروج في الشوارع، وده حاجه كويسه جدا بالنسبه لك. يعني اذا مش هيخرج كتير، هيخرج درس ولا اتنين مثلا يعني، او هياخدها في المدرسه كمجموعه ولا غيره. يبقى الموضوع بالنسبه لك بقى بتحدد، وفرت كتير قوي 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 بالنسبه لك. يبقى اذا لما نيجي نقول هل كلمه واحده، هل وكلمه حق باذن الله، والحاجه لما تكون كويسه لازم نقول عليها كويسه، لازم نقول عليها كويسه. فهل الموضوع ده كويس لينا؟ طبعا كويس لينا. طب نعمل ايه؟ ولا حاجه، تتكل على الله وتودي عيالك المدارس وتدعي لهم بالتوفيق، وان شاء الله خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.